بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة في بريد أخواننا من قبيلة المحاميد، شباب المحاميد. قالوا الزول بسمع كلام كبيره، الناس بسمعوا كلام الزول الكبير، وما في كبير من المحاميد مع الجنجويد أكبر من السافنة. السافنة قال الناس دي ظالمين وما فيهم بركة، وما في كبير في الجنجويد من المحاميد أكبر من النور القبة. النور القبة قال الناس زي الظالمين وبركة ما فيهم وقنع منهم وفات. وما في كبير في المحاميد أكبر من الشيخ موسى هلال. موسى هلال قال الناس زي الظالمين وما فيهم بركة ومرق منهم. لو في زول تاني من أبناء المحاميد قاعد مع الجنجويد يغارن نفسه بالناس زي، هل هو أفهم منهم؟ هل هو أكبر منهم؟ اللي قاموا هم غدوة وهم ناس كبار وهم عملوا تحليلهم وعرفوا الجنجويد دي إرهابيين وخونة وحرامية وقطاعين طرق وبركة ما فيهن وقنع منهم. وانت عمل مقارنة بينك وبين الشيخ موسى هلال، عمل مقارنة بينك وبين النور القبة. ديل كبار المحاميد. يا قالوا ما عنده كبير بقع في البير. الناس تقتدي بالغدوة، الناس تقتدي بالشيخ موسى هلال. كلام الشيخ موسى هلال ده ما بقع في الوطن. والناس تقتدي بنور القبة. زول قعد مع الجيش السوداني عمره، وقعد مع الجنجويد 3 سنوات وعمل مقارنته واختار الجيش السوداني، رجع لحضن الوطن. نحن نناشد كل شباب المحاميد الموجودين في الجنجويد العودة إلى حضن الوطن.